في واحد كان بيتصل على والدته لكنها ما ردت، فاستغرب، فراح اتصل على اخوه الصغير اللي ساكن معاها في البيت، ما رد عليه اول مرة. فرجع مرة ثانية واتصل عليه، فرد عليه فقال له انه انا قبل شوي اتصلت على والدتي واطمنت عليها وكانت امورها تمام. فالاخ اللي اكبر منه ما صدق، فراح اتصل على والدته مرة ثانية لكن ما ردت. هنا الاخ الكبير استغرب، فكان يقول له انا لي ساعات بتصل عليك، كيف ما بترد؟ كيف انت ردت عليك؟ فهنا الاخ قفل على طول وراح اتصل على والدته عشان يتاكد لكن ما ردت. هنا الأخ كان مستغرب وكان نوعا ما مصدوم، لكن في نفس الوقت كان خايف، فراح اتصل على أخته اللي كانت ساكنة قريب بيت الوالدة، قال لها على نفس الموضوع. فهنا الأخت خافت فراحت إلى البيت. فأول ما وصلت عند باب البيت هنا كانت الصدمة. أول ما وصلت لعند باب البيت شافت إنه في آثار دم، فبدت تفتح باب البيت ودخلت، وكانت تنادي على والدتها وعلى أخوها لكن ما في أحد بيرد. هنا الأخت حست إنه في شيء فدخلت عشان تشوف لكن ما حصلت أي أحد. على طول هنا الأخت اتصلت على الشرطة وقالت لهم إن في حادثة في البيت وفي شيء صاير وإن أخويا ما هو موجود. هنا الشرطة أخذوا رقم الأخ ودقوا عليه لكن ما رد عليهم. هنا الشرطة عممت على صورة الأخ في كل مكان وإن هذا الشخص مختفي، فأي شخص يشوفه أو يشوف والدته يبلغ على طول، لأن وقتها كان في شكوك حوله بسبب كلام الجيران. لكن خلونا نخلي كلام الجيران على جنب. هنا الشرطة كانت تدور عليه في كل مكان لكن ما حصلت له أي أثر، كأنه فص ملح وذاب. والأخوان كانوا بيتصلوا على أخوهم الصغير لكن ما في أي رد من ناحيته. طيب خلونا نرجع شوية ورا، خلونا نعرف مين هي الأم اللي احنا بنتكلم عنها ومين هو الأخ، وإيش علاقة الأم بأنها قاعدة في بيت هذا الأخ، وليش كانوا أساسا بيدوروا عليها، وكيف هي راحت وما عاد رجعت. في جنوب المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الباحة في عام 1422 كانت في عائلة مكونة من 7 أفراد. هذه العائلة صار معاهم شيء ما في أحد ممكن يتوقع في يوم من الأيام. الأم كانت تعيش حياة جدا سعيدة ما شاء الله تبارك الله، كان ما في شيء ناقصها. الأم كانت تعيش في بيت والدها الصغير اللي اسمه أحمد عمره 34 سنة. أحمد ولد في مدينة الطائف وكانوا هم موجودين هناك بسبب شغل والدهم. فأحمد هناك درس الابتدائية والمتوسطة، لكن بعد فترة توفى الأب، فدخلت هذه العائلة في حزن شديد على والدهم. العائلة قررت أنهم يرجعون للمكان اللي ينتمونه اللي هو مكانهم الأساسي اللي أغلب العائلة ولدت فيه إلى الباحة. فطبيعي الأبناء الكبار في منهم اللي يتزوج وفي منهم اللي استقر في حياته. هنا الأم قررت أنها تأخذ الولد الصغير وترجع للباحة عشان تكمل في تربيته وعشان يلحق بأخوانه اللي أكبر منه. العائلة هذه سمعتها كانت ما شاء الله تبارك الله زي الفل، من الأم إلى الأولاد كانت سمعتهم عال العال. لكن المشكلة كانت في أحمد، في الولد الصغير. الأم كانت تعطي أحمد كل شيء يبغاه، أي حاجة كان يطلبها تصير على طول، كانت تبذل الغالي والنفيس عشان ترضيه وعشان ما في شيء ينقصه. لكن أحمد هنا بدأ يهمل نفسه، وكان كل سنة بيرجع يدرس ويعيد نفس الدراسة. فمن كثر ما عاد الدراسة هنا الأم حبت تشد عليه، لكن سبحان الله قلب الأم دائما رقيق. فراحت هنا وغيرت الخطة، فقالت له إنه أنا راح أعطيك محفزات وراح أعطيك مكافآت عشان أنت تكمل دراستك. وبسبب الرسوب المتكرر أحمد هنا ترك دراسته وقال لأمه إنه أنا خلاص ما أبغى أدرس. لكن أمه ما كانت راضية، كانت تقول له يا ولدي دراستك هي أهم شيء. لكن أحمد قال لها إذا أنت تبغيني أرجع أدرس وأكمل دراستي أبغاك تنفذي كل شروطي. الأم وافقت وقالت له إيش شروطك؟ فقال لها إنه أنا أبغاك تجيبي لي سيارة جديدة من نوع كابري. في هذيك الأيام كانت الموضة لكابري. الأم وافقت على طول وقررت إنها تروح تشتري له هذه السيارة كهدية بحيث إنه يقدر يكمل دراسته. في هذه الأثناء أخوان أحمد ما كان عاجبهم الموضوع وكانوا يحاولوا يوبخوه عشان يقدر يكمل دراسته، لكن لما شافوا في هذا الدلال وفي هذا الرفاهية ما كانوا راضيين عن الشيء هذا. كل مرة كانوا يحاولوا يوبخوه كانت الأم تقول إلا أحمد، كانت تجي تدافع عليه من كل النواحي. في يوم من الأيام قررت الأم أنها تزور أولادها اللي كانوا موجودين في الطائف، وهذيك الفترة كانت بعد العيد، بعد عيد رمضان. فكانت الأم صايمة 6 من شوال، فكانت تزور أولادها لأنهم كلهم كانوا ساكنين في الطائف، فكانت أحيانا تضطر أنها تروح لهم. فهنا الأم قالت للأخ الكبير أنه أنا خلاص أبغاك توصلني إلى الباحة، لأنه خلاص أنا أبغى أروح إلى أحمد لأنه ما في حد عنده، أبغى أروح عنده وأبغى أفطر في بيته. هنا الابن استغرب وقال أنه ما ينفع أنك تروح
تروحي وإنه خلاص الوقت تأخر، خلاص نامي وبكرة إن شاء الله أنا أوديك. لكن الأم أصرت لأن أحمد في البيت زي ما قلت لكم لوحده. بعد ما صارت الأم هنا ولدها الكبير أخذها وراح وداها للباحة. فأول ما وصل نزلت على طول تبى تدخل إلى البيت، فقالت له خلاص أنت روح وأول ما أنا أوصل للبيت راح أطمنك وراح أقول لك إن شاء الله إنه أنا وصلت بالسلامة. هنا الأخ الكبير رجع وكان منتظر الاتصال من والدته، لكن الاتصال طول وما في أي اتصال جاء. فتوقع أن والدته نامت بسبب تعب السفر وبسبب تعب الصيام، فانتظر بعدها الأكثر من ساعة وراح واتصل عليها. وبعد ما مر أسبوع من الحادثة هنا صارت الكارثة. واحد من السكان شاف إنه في حريق كان موجود في واحدة من الحصون اللي كانت موجودة غرب الطائف في طريق اسمه الوهط والوهيط. وهذا الشخص لما شم الريحة هنا قرب كان، وأول ما قرب زيادة على طول هنا بلغ الشرطة. للمعلومية الوهط والوهيط هذه مستوطنات أثرية كانت موجودة في غرب الطائف. أول ما اتصل على الشرطة على طول هنا الشرطة حضرت وأخذوا الجثة للطب الشرعي. وأول ما فحصوا الجثة للأسف كانت هذه الجثة هي أم أحمد. الطب الشرعي يقول انه ام احمد تعرضت للضرب من آلة حادة بعدين تم احراقها. هنا الابناء والابنات كلهم انهاروا، ما قدروا حتى يتماسكوا عن الشيء اللي شافوه. والله ما الومهم يا اخي، جثة والدهم محترقة قدامهم، ما الومهم. الشيء اللي قاعد يزيد الطين بلة ان اخوهم الصغير مختفي. طب ايش ممكن صاير عليه؟ طب لحظة، هو ليش رد في هذاك الوقت وقال انه انا اتصلت على والدتي كانت الامور تمام؟ هل يا ترى هو له سبب في هذا الشيء اللي قاعد يصير؟ هنا الناس صاروا مصدومين حتى خايفين ايش ممكن صار لهذه السيدة مع ان سمعتها كانت طيبة. لكن المشتبه الاكبر كان ولدها واللي الى الان مختفي. فهنا الشرطة كثفت البحث واخيرا والحمد لله حصلوا احمد والقوا القبض عليه. لكن الكارثة والشيء الصادم هو الشيء اللي قاله أحمد في التحقيقات. فيقول أحمد أنه أنا تعرفت على فئة أصحاب جدا سيئة وأصحاب سوء، فكانوا يسووا كل المحرمات، ومن ضمن هذه الأشياء كانت المخدرات عافانا الله وإياكم. كان يأخذ من والدته هذه الفلوس ويروح يشتري بها هذاك الهلاك. كانت الأم ما تبخل عليه، لكن في آخر الأيام شافت الأم أن أحمد تغير أسلوبه وصار جدا عدواني. فهنا عرفت أنه يتعاطى. فأول ما عرفت على طول وقفت أنها تعطيه فلوس عشان ما يتعاطى وعشان لا يضيع منها، لأنها كانت خايفة عليه وكانت تنصحه دائما. لكن أحمد كان يكذب عليها وكان يقول لها إنه أنا هذه الفلوس قاعد أصرفها في دراستي. فالأم أول ما تعرف إن هذه الفلوس تروح لدراسته هنا الأم تعطيه عشان يروح يدرس فيها عشان كانت تبغى يكمل دراسته. لكن هي وقتها ما كانت تدري إنه أحمد يأخذ هذه الفلوس ويتعاطى فيها. فأول ما عرفت الأم إنه يكذب على طول هنا وقفت كل المصروف عليه. فيقول أحمد في هذاك اليوم أنا كنت في البيت منتظر والدتي عشان ترجع من الباحة عشان تعطيني فلوس، فطلبت منها فرفضت إنها تعطيني، فدخلت معاها في مخاصمة في شجار طويل، فكنت أتخاصم معاها طول الليل. ويقول وقتها ما كنت بوعي وكنت مرة معصب، فرحت للمطبخ وأخذت السكين. هنا الأم خافت أول ما شافت السكين. فيقول على طول أنا يا الله، فيقول على طول أنا رحت وقطعت رقبتها وراح ضربها على رأسها حتى فارقت الحياة. الله يرحمك أم أحمد ويغفر لك ويسكنك فسح جناته. بعدها أخذها بسيارته اللي اشترت له هي الهدية اللي كانت الكابرس، وراح ورماها في واحدة من الحصون اللي كانت على طريق الباحة وولع فيها النار عشان يخفي كل معالم جريمته. بعدها واصل طريقه إلى ما وصل للطائف عشان يموه أفراد أسرته. ولأن أحمد وقتها ما كان بوعيه هنا انهار أكثر من مرة لدرجة أنه في بعض المرات كان يفقد عقله. فهنا أخذوه إلى مستشفى شهار للمصحة النفسية. بعدها القاضي حكم عليه بالقصاص بالقتل حدا والصلب أمام الناس عشان يبقى عظة وعبرة لغيره. تم تنفيذ القصاص في عام 1425 في يوم 19/11 بساحة العدل أمام الجامع الكبير في مدينة الباحة. هنا ما عندي شيء أقوله. في نهاية المقطع لايك وسبسكرايب ومتابع القناة. إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. سلام عليكم.